ممنوع تسيب طفل تحت سن 8 سنين في أي مكان لوحده، في الشارع، في النادي، في الجنينة، أو أي مكان بره البيت، وما ينفعش يغيب عن نظر الأهل لو ثواني. دي رقم واحد. رقم اتنين، علموا ولادكم إن هم يقولوا لأ لأي إنسان غريب عنهم بيعرض عليهم حاجة. رقم تلاتة، علموا ولادكم إن هم ما يسمعوش أو يمشوا ورا أي إنسان غريب لو طلب منهم ده. رقم أربعة، علموا ولادكم ما يفتحوش باب البيت لأي حد غريب لو كانوا لوحدهم. رقم خمسة، خلوا ولادكم يحفظوا اسمهم الأول والأخير وعنوانه، رقم تليفونك انت، ده طبعا حسب عمره وقدرته على الاستيعاب، وبرضه رقم الشرطة أو أي طوارئ علشان يقدر يتواصل سريعا لو حد كان بيخطفه وحاول يهرب منه. رقم ستة، ما تجبرش الطفل الكبير على رعاية الصغير، لأنها مسؤوليتك انت أولا. هو طفل برضه، وارد إنه ممكن يسيب أخوه يلعب، يعني ما تقولوش خد بالك من أخوك وعينك عليه، لا، ما هو ممكن يلعب هو كمان ويسيبه. رقم سبعة، تجنب الخروج بأطفالك في أماكن مزدحمة لوحدك، لازم يكون معاك حد تاني عشان كل واحد يكون ماسك بإيد طفل كويس. رقم 8، تجنب مطلقا تخويف الطفل من فكرة الخطف عشان ما يكونش عنده إحساس دائم بالقلق وبعدم الأمان. حاول قدر الإمكان إنك تشرك ابنك في رياضة بتعلمه الدفاع عن النفس والتصرف السريع في حالة شعوره بأي خطر. كمان قراية قصص بسيطة وغير مباشرة عن الخطف بتعلمه إزاي يحافظ على نفسه. دي كلها نصايح علشان تحمي وتاخد بالك من ولادك. اسمعوها كويس وركزوا فيها وانشروها وعلموها لولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.